كلنا بنعشق طبق الفول اللي على عربية الفول في الشارع. طب ايه سر حبنا للفول ده؟ سر حبنا للفول طبعا هو رزقهم وربنا يزيدهم. لكن سر الفول بتاع عربية الشارع في الدقة اللي بيبقى حاططها في الإزازة. بتلاقي عنده 3 ازايز، إزازة للزيت الحار، ده لو حابة ان انت تاكليه بالزيت الحار، وازازتين الدقة اللي احنا شايفينهم دول. جبت لك سر الدقة بتاع طبق الفول الجميل. هنعملها ونحتفظ بيها في التلاجة، ممكن تقعد عندك في التلاجة شهر، ولما تخلص تعملي غيرها. بس قبل ما نبتدي اعملي لايك عشان بتنسيني في اللايك، ولو عجبك الفيديو شيريه عشان تحتفظي بيه، ولو أول مرة تشوفي قناتي اعملي اشتراك في القناة ودعمك للقناة بالشير. ونشوف بقى الفيديو بتاعنا النهاردة. نشوف بقى عملنا الدقة بتاعتنا ازاي. أول حاجة مكون أساسي الليمون، بعد كده خل، بعد كده عندي هنا توم، عندي هنا هريسة شطة، وممكن شطة اللي هي الناعمة يعني، ممكن تحطي بابريكا لو مش بتحبي الحاجة سبايسي. عندي هنا كزبرة وعندي كمون. عندي هنا بقدونس مفروم، او ممكن لو حابة تحطي كزبرة خضراء، بس انا اكتفيت بالكزبرة الناشفة. هبتدي بقى ايه اضربهم مع بعض. هحط مية وابتدي اضربهم. انا عامله خالص مع بعض كده تمام. احطها في ازازة واحطها في التلاجة تخلص، اعمل كده. عندي تاني ازازة بيبقى فيها ايه، انا عندي هنا طحينة، دي طحينة خام، هنحط عليها ايه، هنخففها بزيت، مش بتتخفف بمية على فكرة، نخففها بزيت، يكون زيت كويس، زيت ذرة او زيت عباد، تخففيها كويس. افضل لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، والقوام الخفيف اللي بنشوفه في الازازة التانية في عربيات الفول. كده تمام، قوامها خفيف. هبتدي احطها في الازازة، ودي كده هتبقى تاني ازازة.